العادات موضوع بيمسنا كلنا تقريبا كل يوم، صح؟ من أول ما بنفتح عينينا الصبح. أكيد هي اللي بتشكل جزء كبير قوي من يومنا من غير ما نحس حتى. النهاردة بقى قررنا نتعمق أكتر في الموضوع ده. معانا مصدرين مهمين جدا: كتاب قوة العادات لتشارلز دوهيج. وكتاب العادات الذرية لجيمس كلير، الاتنين يعتبروا أساسيين في فهم العادات بصراحة. بالظبط، هما بيقدموا رؤى مختلفة بس في نفس الوقت بتكمل بعضها، عن إزاي العادات دي بتتكون أصلا وإزاي ممكن نغيرها. سواء بقى عايزين نبني عادات جديدة مفيدة أو نتخلص من حاجات قديمة مضايقانا أو بتعطلنا. تمام، يلا بينا كده نفصص الموضوع ده واحدة واحدة. يلا بينا. ركز قوي على فكرة حلقة العادة، الهابت لوب. اللي هي الإشارة، الروتين، المكافأة. دي أساس فهمه للموضوع كله. الإشارة دي اللي هي التريجر، الحاجة اللي بتخلي المخ يشتغل أوتوماتيك، وبعدين الروتين اللي هو الفعل نفسه، ممكن يكون فعل جسدي، عقلي، أي حاجة. وفي الآخر المكافأة، الريورد، اللي بتعلم المخ إن الحلقة دي مفيدة وتستاهل تتكرر. فاكر المثال بتاع معجون السنان؟ طبعا بتاع بيبسولنت، إزاي قدروا يخلقوا عادة غسيل السنان عند الناس. بالظبط، ركزوا على الإشارة اللي هي الإحساس بطبقة البلاك دي على السنان، والمكافأة اللي هي إحساس الانتعاش، ربطوها بحاجة محسوسة. والمثير للاهتمام هنا بقى هو إن فهم الميكانيزم ده هو اللي بيفتح باب التغيير. توهيج بيقول إن التغيير مش بمسح العادة القديمة، لأ. ده صعب قوي، المسارات العصبية دي بتبقى قوية جدا. تمام، لكن ممكن نلعب في النص، نحافظ على نفس الإشارة ونفس المكافأة، بس نغير الروتين نفسه. لو واحد متعود ياكل حاجة حلوة لما يتوتر من الشغل، التوتر هو الإشارة، والحاجة الحلوة الروتين، وتخفيف التوتر المؤقت هو المكافأة. بالظبط، ممكن يحافظ على الإشارة والمكافأة بس يغير الروتين. ممكن يتمشى دقيقتين، ياخد نفس عميق، أي حاجة تانية تدي نفس الإحساس بالمكافأة. وكمان حتة الكريفنج أو الشوق اللي بيحصل قبل المكافأة ده مهم قوي في استمرار الحلقة. فدي طيب، ده ينقلنا لنقطة تانية أساسية عند دوهيج، اللي هي الكيستون هابتس، العادات المحورية. دي بقى فكرة قوية جدا. عادات تبان صغيرة أو بسيطة، بس لما نغيرها بتسمع في حتة تانية كتير في حياتنا، زي الدومينو كده. زي المثال الشهير بتاع شركة ألكوا للألومنيوم. أيوة، قصة بول أونيل الرئيس التنفيذي لما جه قال أنا مش هركز غير على سلامة العمال، الناس كلها استغربت وقلقوا على الشركة. والمستثمرين كانوا هيتجننوا أكيد. طبعا، لكن اللي حصل إن التركيز على العادة المحورية دي اللي هي السلامة أكبر الإدارات تتكلم مع بعض أكتر، الموظفين حسوا إن صوتهم مسموع. والكفاءة زادت في الآخر. بالظبط، غيرت ثقافة مكان كامل ونجحت الشركة ماليا كمان. يعني عادة واحدة عملت فرق كبير قوي. طيب، ده كده دوهيتش اللي بيشرح لنا ليه وإزاي العادات بتشتغل. نيجي بقى لجيمس كلير في العادات الذرية، ده بيركز على حتة تانية خالص. كلير عملي أكتر بكتير، بيتكلم عن قوة التغييرات الصغيرة جدا اللي يدوب تتلاحظ زي الذرات كده. فلسفته كلها قايمة على فكرة 1% تحسن كل يوم. تمام، إن التحسينات الصغيرة المستمرة دي بتعمل تراكم رهيب على المدى الطويل. بدل ما نفكر في الهدف الكبير اللي يخض ده، لا، نركز على بناء أنظمة من العادات الصغيرة اللي توصلنا للهدف ده واحدة واحدة. وهو بيقدم 4 قوانين واضح قوي عشان نبني عادة جديدة، خليها واضحة، جذابة، سهلة ومرضية. ولو عايزين نتخلص من عادة وحشة، نعكسهم بالظبط، خليها خفية مش جذابة، صعبة ومش مرضية. الموضوع بسيط ومنطقي جدا. ومن الأفكار العملية قوي عنده فكرة الهابت ستاكينج، تكديس العادات. دي ممتازة بصراحة. بدل ما تحاول تفتكر العادة الجديدة لوحدها، بتربطها بحاجة انت بتعملها كل يوم أصلا. زي مثلا بدل ما تقول هلعب ضغط كل يوم، تقول بعد ما أشرب قهوة الصبح، ودي عادة موجودة، هلعب 10 ضغطات. كده بقت واضحة ومربوطة بحاجة تانية. أيوة، بتلزقها في عادة قديمة فبتبقى سهلة التذكر والتنفيذ. بس يمكن أهم حاجة عند كلير هي ربط العادات دي بالهوية، صح؟ فعلا، دي يمكن أقوى نقطة في كتابه، إن أسهل طريقة تغير بيها عاداتك هي إنك تغير نظرتك لنفسك، تغير هويتك. بدل ما تقول أنا بحاول أقرأ، تقول أنا قارئ. بالظبط، وكل مرة بتعمل العادة الصغيرة دي، حتى لو قريت صفحة واحدة، انت كده بتدي صوت للهوية الجديدة دي،
بتثبتها لنفسك. فالعادات الصغيرة دي بتبقى زي دليل مادي على إنك الشخص اللي أنت عايز تبقى عليه. تمام. وده بيربطنا تاني بفكرة المكافأة عند دوهج، لأن الإحساس بالإنجاز ده هو اللي بيخلي الموضوع مرضي وبيخليك تكمل. يبقى كده لو حبينا نلخص الفرق أو التكامل بين الكتابين ممكن نقول إيه؟ ممكن نقول إن قوة العادات بيديك الأساس النظري والعلمي، بيفهمك ليه بنعمل اللي بنعمله، حلقة العادة، العادات المحورية، تحليل السلوك الحالي. والعادات الذرية بيجي بعد كده يديك الخريطة العملية، الخطوات الصغيرة، إزاي تبني التغيير ده فعلا وتلتزم بيه، القوانين الأربعة، التكديس، الهوية. كأن دوهج بيشرح لك العربية شغالة إزاي، وكلير بيديك دروس السواقة خطوة بخطوة. تشبيه حلو. هم فعلا بيكملوا بعض، فهم ليه بيساعدنا نطبق إزاي بشكل أحسن؟ بالظبط. وده يخلينا نفكر في سؤال أعمق شوية في الآخر. يعني لو جزء كبير كده من يومنا ماشي بالعادات بشكل شبه تلقائي زي ما الكتب دي بتقول، مم. يا ترى إيه حجم سيطرتنا الحقيقية؟ فين مساحة الإرادة الحرة في كل ده؟ السؤال فعلا محتاج وقفة وتفكير. وكمان لو هنمشي على كلام كلير، ايه أصغر خطوة ذرية فعلا ممكن أي حد يبدأ بيها النهاردة؟ خطوة صغيرة قوي بس تبدأ رحلة تغيير عادة معينة؟ ممكن تكون مجرد تحديد العادة اللي عايز يغيرها، أو يربطها بعادة موجودة زي ما قلنا. تمام. أعتقد كده لمينا أهم الأفكار من المصدرين دول. نتمنى تكون النقاش ده فتح أفكار جديدة للمستمعين. أكيد، وإن شاء الله تكون مفيدة. شكرا جدا على المتابعة.